فشل المنتخب الوطني المغربي في الوصول إلى نهائية كأس إفريقيا لأقل من 23 عاما بالسنغال بعدما سجل المنتخب التونسي الأولمبي هدفين اثنين على بساط ملعب رادس رغم تفوق أشبال الأطلس ذهابا بهدف دون مقابل. عناصر المنتخب الوطني لم تتمكن من الوصول إلى شباك أصحاب الأرض وخسرت حلم الوصول إلى كأس إفريقيا، فيما التونسيون سيطروا على مجريات اللعب وتمكنوا من توقيع الهدف الأول في الشوط الثاني من المباراة بواسطة آدم الرجيبي في الدقيقة 57. وواصل التونسيون سيطرتهم على بساط رادس حتى تمكن اللاعب هيثم الجويني من اصطياد ضربة جزاء كلفت المدافع بضرب النون بطاقة حمراء إثر احتجاجه على الحكم، غير أن الحارس بدر الدين بن عاشور تصدى لها. وبعد دقيقتين تمكن اللاعب هيثم الجويني مضيع ضربة جزاء من تسجيل الهدف الثاني. باقي زمن الشوط لم يأتي بجديد سوى اشتباكات بين اللاعبين انتهت في نهاية المباراة بإعلان المنتخب التونسي متأهلا إلى الكان.